مين هو ستيوارت سيلدويدز؟ وايه اللي عمله بالظبط مع البائع المصري؟ وهل عنصريته ديت لحقت بالبائع المصري فقط ولا لا؟ وايه اللي حصل معاه بعد اللي عمله ده؟ لايك ومتابعة واقولك القصة كاملة. ستيوارت كان المستشار لباراك اوباما الرئيس الامريكي السابق، يعني المفروض الراجل ده شخصية محترمة، بس للأسف ظهرت عنصريته الفترة الأخيرة مع بائع مصري بسبب تعاطفه مع الكيان الصهيوني، وطبعا بسبب ان البائع المصري عربي الجنسية هاجم الراجل ده بشدة وقال له انت ارهابي، وطبعا البائع المصري مسكتلهوش، قال له ادام انا ارهابي يبقى انت بتقتل الاطفال. But you're a terrorist. You support terrorism. Listen, go. I'm not support something. You support terrorism. I'm not some. Go. I'm just working here. You kill children, not me. What? Go. My kids? What about my kids? You kill children, not me. Go. I didn't kill children. Okay, why see You here? know why? If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn't enough. It wasn't enough. Go. ودي ما كانتش المرة الأولى أو التانية، ده كان كل يوم يعدي عليه ويقول له نفس الكلام.